السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في قناة الأستاذ عبد الحق وفاق، القناة التربوية التعليمية والإبداعية المتجددة. أرحب بكم في فيديو جديد ضمن سلسلة مستجدات نظام التربية والتعليم بالمغرب. في هذه السلسلة سنناقش موضوع جديد مستجد في الساحة التربوية التعليمية المغربية، وهو موضوع المدرسة الرائدة أو مدارس الريادة، بحيث أنه في السنوات القليلة الأخيرة وتحديدا في سنة 2023 في شهر ماي أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة خلال وزارة شكيب بن موسى آنذاك مشروع مدارس الريادة أو المدرسة الرائدة كخيار استراتيجي لتحسين جودة التعلمات داخل المدرسة العمومية المغربية. جاء ذلك عبر اعتماد مقاربات جديدة في التدريس والتقييم والدعم التربوي. من خلال هذا الفيديو سنطرح مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بهذا المشروع الإصلاحي في وزارة التربية الوطنية الذي ما زال معتمدا لحد الآن. شنو المقصود بمدارس الريادة أو المدرسة الرائدة؟ كيف تشتغل هذه المدرسة؟ ما هي مرتكزاتها البيداغوجية؟ ثم ما الفرق بين المدرسة الرائدة والمدرسة غير الرائدة أو المدرسة التقليدية؟ ثم ما هو الأصل الجيني لهذا المشروع التربوي؟ هل هو تفكير من داخل منظومة التعليم بالمغرب أم أنه استخدام لهذا المقترح أو هذا المشروع خارج الساحة التربوية بالمغرب؟ ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات أو التحديات التي يواجهها مشروع مدارس الريادة على أرض الواقع؟ ثم ما الهدف من اعتماد هذا المشروع بالمغرب وتجربته على نحو عدد مهم من المدارس بما فيها المدارس الابتدائية والإعداديات التي تقارب لحد الآن تقريبا 50% من المدارس التي تعتمد أو المدارس التي تنضوي تحت مشروع مدارس الريادة بالمغرب. المدرسة الرائدة أو مدارس الريادة، ماذا نقصد بهذا المفهوم؟ المدرسة الرائدة مصطلح يشير في السياق التربوي المغربي إلى نموذج حديث تم إطلاقه خلال الدخول المدرسي 2023-2024 في إطار تنزيل خارطة الطريق الإصلاحية لوزارة التربية الوطنية ما بين 2022-2026، وهي خارطة إصلاحية كبرى للنهوض بمنظومة التعليم بالمغرب وتطوير جودة التعلمات. المدرسة الرائدة جاءت عبر اختيار مؤسسات تعليمية عمومية لتطبيق مقاربات بيداغوجية وتنظيمية مبتكرة. الهدف ديالها كان هو تحسين جودة التعلمات الأساسية في اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات أو التعليم أو التركيز على تحسين جودة التعلمات عبر القراءة والكتابة والحساب اللي هما لاباز ديال التعليم الابتدائي، ثم تقليص الفوارق بين المتعلمين في المستوى الواحد والرفع من نجاعة الأداء التربوي لدى المدرسين والمدرسات. ثانيا، شنو كنقصدوا بالطريقه اللي كتشتغل بها المدرسه الرائده او كيف تشتغل المدرسه الرائده؟ شنو المقومات البيداغوجيه ديالها؟ شنو الخصائص ديالها؟ المدرسه الرائده كتعتمد على طرائق التدريس مبنيه على نتائج الابحاث التربويه وفق واحد المقاربه اللي خداتها من الهند واللي هي مطبقه في نيجيريا، في كينيا، في غينيا، واللي هي بطبيعه الحال عندها واحد نموذج ديال التعليم او جوده ديال التعليم جوده متوسطه، حنا كنعرفوها كاملين. هاد الطاغل وهي التدريس وفق المستوى المناسب جاء عبر اقتراح اعتماد روائز اللي هما لي تيست في بدايه الموسم الدراسي في اللغه العربيه، في اللغه الفرنسيه والرياضيات، وذلك لرصد التعثرات في التعلم والمشاكل اللي كيعانيو منها المتعلمين. عبر ذلك يتم تفريغ النتائج في منظومه مسار اللي هو مجهز بواحد الخوارزميات وواحد النظام معلوماتي يمكن من تصنيف التلاميذ الى مجموعات حسب نوعيه التعثرات وحسب مستوى كل مجموعه، ثم يأتي بعد ذلك دعم التلاميذ في مرحلة أولى حسب نوعية التعثرات التي تم تسجيلها من خلال هذه الروائز. عبر ذلك يتم اقتراح واحد الدعم اللي هو دعم خاص وفق برنامج مختلف عن المدارس اللي هي الكلاسيكية أو التقليدية أو المدارس غير الرائدة، بحيث هناك مجموعات غير متجانسة من حيث المستوى الواحد. يمكن أن يكون هناك تلميذ من الأولى ابتدائي والتلميذ من الثاني ابتدائي والتلميذ من الرابع ابتدائي في نفس
المجموعة اللي هي عندها تعثرات على مستوى التعليم في كفاية الحساب أو القراءة أو الكتابة. ثم بعد ذلك في خطة الدعم أو في تنزيل خطة الدعم هناك أيضا التركيز على الأنشطة الموازية في تنزيل خطة الدعم، اللي هي هذه الأنشطة تمكن التلاميذ من الاندماج، تمكن التلاميذ من توظيف كفايات مختلفة، واللي ممكن تستمر هذه الخطة ديال الدعم في بداية الموسم الدراسي إلى شهرين تقريبا على مستوى الابتدائي. بعد ذلك يتم إعادة توزيع التلاميذ على مستوياتهم الحقيقية ومواصلة الدروس بالشكل الاعتيادي وفق برنامج دراسي اللي تحدده المدرسة الرائدة، واعتماد تقييمات دورية لتشخيص التعثرات والتأكد من نجاعة الدعم التربوي. هذه أبرز الخصائص والمقومات البيداغوجية. أيضا هناك مواكبة للأساتذة والمفتشين والمراقبين عبر تكوين مستمر وعبر تأطير تربوي منتظم. ثم الاعتماد على دلائل بيداغوجية موحدة وعلى موارد رقمية مهيكلة، بحيث هناك أقسام خاصة، موارد رقمية، حاسوب، مسطرة، عكس. هذه هي المستجدات اللي حاولت أنها تجي بها المدرسة الرائدة بشكل أو بواحد الفيرسيون اللي مختلفة على المدرسة غير الرائدة أو المدرسة التقليدية، وإن كان هذا الأمر غير كافي غادي نناقشوه من بعد. ثم التركيز على التعلمات الأساس، وهذه التعلمات الأساس دائما في السلك الابتدائي الذي هو البؤرة التي تتوجه لها المدرسة الرائدة، بحيث يتم التركيز على القراءة، على الكتابة وعلى الحساب بالنسبة للابتدائي. أما في الإعدادي فيتم الانفتاح أيضا على اللغات والرياضيات والتكنولوجيا والمعلوميات، ثم مواكبة المتعلمين بشكل مستمر طوال السنة الدراسية بالنسبة للسلك الإعدادي. هذا في الحقيقة يشكل واحد العمل إضافي بالنسبة للأساتذة المنخرطين في المدارس الريادية أو مدرسة الريادة، لأنه تكون هناك تكوينات مستمرة، بعضها يكون خلال العطلة. لذلك تم اعتماد منحة مالية للأساتذة والأستاذات المشاركات فيها في برنامج ديال المدارس الرياضة. ومنذ انطلاق مدارس الرياضة سنة 2023 إلى الآن حوالي 50% من المدارس الابتدائية والإعدادية دخلت ضمن هذا المشروع، لأن هناك واحد الهدف الرئيسي وهو تعميم هذه التجربة على جميع المدارس الابتدائية بالمغرب في أفق سنة 2028، خاصة وأن هذا المشروع في نظر الوزارة كيبان لها أنها مشروع يمكن من الرفع من جودة التعلمات بالمستوى الابتدائي والمستوى الإعدادي، وهو مشروع انطلق مع وزارة شكيب بن موسى وكيستمر الآن مع وزارة برادة. بقى لنا أن ننشر بعد ما تعرفنا شنو المقصود بالمدرسة الرائدة والمدارس الريادة، بعد ما تعرفنا شنو المقومات والخصائص البيداغوجية ديالها، بعد ما تعرفنا أيضا إلى شنو الهدف ديالها وهو أنها ترفع جودة التعلمات بالسلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وأنها تحاول تغطي واحد النسبة كبيرة ديال المدارس في أفق تعميم هذه التجربة على جميع المدارس، إلا أن هناك صعوبات وتحديات تواجهها المدرسة الرائدة، وكذلك انتقادات من عند المتتبعين للشأن التربوي